السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد من فيديوهاتنا. آه، مبدئيا أحب أشكر جدا التعليقات اللي جات لي كلها، زي اللي هتظهر قدامكم دلوقتي. طيب، لما جيت سألت وقلت انتوا مثلا عايزيني أقدم ايه في الفيديو اللي جاي، اكتشفت ان اكتر حاجة مطلوبة اللي هي السمان. اصلا ما لقيتش غيرها عامة. اللي هي السمان. تمام. طيب، طبعا انتوا محددوش السمان، بس بما ان انا كنت بتكلم على دراسة الجدوى فانا هتكلم على دراسة الجدوى برضو في السمان. طيب، بالنسبة لدراسة الجدوى للسمان طبعا تختلف ما بين نوع واخر. احنا هنتكلم على النوع اللي هو الاكل، السمان البيور. السمان البيور حاليا قبل اي حاجة هو بيتباع في الاسواق ب75 جنيه الجوز، وفي ناس بتبيعه ب70. انت لما بتيجي تبيعه جملة بتبيعه ب65 عامة. تمام. طيب، انا بكلمكم بقول لكم الحوار ده عشان بس واحنا بنبدأ في الموضوع تكونوا فاهمين الدنيا تبقى تبقى ماشية ازاي. طيب، خلينا نتكلم في هنعمل دراسة جدوى على كام جزء. احنا هنعمل على 50 جزء فقط. نعمل على 50 جزء فقط. طيب، 50 جزء في السمان تسمين دول حاجة قليلة جدا. ممكن تعملهم اصلا في حتة متر، في سلاكة متر دورين مثلا، هتعملها وهتبقى الدنيا مرتاحة جدا. طيب، قبل اي حاجة انا في السمان او في اي حاجة عامة بحب اشتغل مظبوط. يعني انا مثلا دي حاجة خاصة بي، انا لما باجي مثلا اعمل تسمين بحب اشتغل بالثرموستات الحرارة، حاجة تظبط درجة الحرارة بالظبط. اول مثلا 3 ايام تبقى على 31، تاني 3 ايام تبقى على 30، تالت 3 ايام تبقى على 29، رابع 3 ايام تبقى على 28، وهكذا. فاهمين قصدي؟ طيب، بحب مش مظبوط يعني من الاخر. المهم، فدي حرية شخصية، شوف انتوا عايزين تعملوا ايه وانا معاكم. تمام. طيب، خلينا ندخل. 50 جزء انت هتجيبهم. الجوز في البيور عامل 10 جنيه، الكتكوت عامل 5 جنيه في البيور، ده لو هتاخدوا جملة. طيب، 50 جوز هتبقى عاملة 500 جنيه. طيب، هنمسك 500 جنيه دول، ال 500 كتكوت، ال 100 كتكوت. دلوقتي احنا هنتكلم على 100 كتكوت مش 50 جوز، هما الاتنين واحد بس عشان تفهم قصدي. ليه؟ السمانة الواحدة بتاخد عقبال ما تكبر تاخد من 450 جرام ل بسم الله ما شاء الله لاسمه ده ل 550 جرام، جرام علف. تمام. فاحنا بنحسبها في النص اللي هي 500 جرام علف، يعني نص كيلو من الاخر. ال100 حتة هياكلوا 50 كيلو، وده طبعا. طيب، ال50 كيلو هيعملوا كام؟ ال50 هتيجي تضربها في الشوال هتلاقيه ب1100. تمام. الشوال ال50 كيلو هتلاقيه في حدود 1100 أو 1050 كده يعني. فهتلاقي الكيلو حدود بعمل من 22 ل 21 جنيه. فمن الآخر الشوال هيبقى عامل 1100. تمام. زائد ال500 جنيه اللي صرفتها كده 1600. في بقى 100 جنيه نسريات زي ايه؟ طبعا انت لازم تستقبلهم بمحلول معالج الجفاف. محلول معالجة الجفاف دي العلبة منه لوحدها عاملة 40 جنيه، لكن انت طبعا العلبة فيها 12 كيس، انت هتستخدم 3 اكياس بس في الدورة. تمام. طبعا لو عايزين اعمل لكم كيفية استقبال السمان تماما ما عنديش مانع. المهم نتكلم في المهم. طيب، انت كده صرفت 1700 جنيه نسريات. بقى في كهرباء وفي مية وفي كلام مش هيعدي 100 جنيه كل ده. تمام، في الشهر. طيب، ندخل بقى في اللي انت يعني اخدته او المكسب عامة. طيب، المكسب هتمسك ال50 جوز، انت بتبيع بالجوز، ف50 جوز بالجملة 65 جنيه. تمام. في ناس بتبيع ب60 جنيه، لكن ده قليل جدا لما تلاقي البيور اللي انا بتكلم عليه ده وزن الجوز بيبقى من بداية 450 جرام، ده اقل حاجة. ده لو الجوز تعبان بيبدأ من 450 جرام تمام لغاية 700 جرام. تمام. فالجوز ده بيبقى عامل 75 جنيه 65 جنيه الجملة.
ده لو انت هتبيع جملة. لكن مثلا لو طلعت المحلات هتلاقيه ب75، لو طلعت الناس او اونلاين ممكن تلاقيه ب75. احنا نحسب على 65. 65 في طبعا نسيت اقول لكم حوار النافق. السمان لو انت مشيت معاه صح مش هتلاقي فيه النافق باذن الله، لان السمان مناعته كويسه جدا، كويسه جدا يعني. و قليل قوي 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 لما تلاقي نافق يعني. فاحنا هنعمل نافق 4%، يعني 4 هيموتوا من الايه، من البتاع ده، من السمان كله. طيب يعني هتبقى 48 جوز. ال48 جوز دول في المية في ال65 هيطلع لك 3120. طيب ال3120 دول هتنقص منهم تمن الايه، تمن اللي انت صرفت كله اللي هو ال1700، هيطلع معاك 1420 جنيه. يبقى في 1420 جنيه انت كسبتهم من 50 جوز بس. في خلال قد ايه؟ الدورة بتقعد بالظبط من 25 ل 30 يوم. بعد 30 يوم انت بتبدأ تخسر معاك في ايه؟ هو ال 30 يوم لازم تبيعه، لان خلاص الدنيا بتبدأ تقل، وزنهم بيبدأ يقل شوية عشان بيبدأوا يكونوا عنقود البيض. وهكذا بقى معاك بقى لغاية ما انت في بالك. طيب يبقى انت اخدت 1420 من 50 جوز فقط، اللي هو حتة متر. يعني انت علشان مثلا تبقى مثلا تشتغلها صح، ممكن تبدأ معاك من 200 جوز، و200 جوز دي حتة قليلة، حبة قليلين جدا يعني. يعني في ناس اصلا بتعمل ال200 جوز دول ما يجيش حتى التمن دورتهم. فاهم يعني؟ السمان هتفهمه لما تربيه، هتفهم ان ازاي ال200 جوز قليلين لما تيجي تربيه. طيب وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. وأحب تاني أشكر التعليقات الجميلة اللي جاتلي، وأتمنى تكتبولي في التعليقات لو انتوا عايزين أي حاجة، أنا معاكم فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.